ادم طفل صغير كان كل نهار كيسمع والديه كيتغاوتوا وكيتبادلوا كلام خايب. ما كانش كيبكي، كان غير كيسكت، ولكن في داك السكات كان كيتعلم بزاف الحوايج. كيتعلم بلي الحب هو الغوات، وبلي الصبر هو الخوف. واحد النهار الاستاذه في القسم سولات التلاميذ، قالت لهم شنو هو الحب بالنسبه لكم؟ ادم جاوبها بصوت طايح: الحب هو ملي كتغوتي على شي حد باش يفهمك. هنا الاستاذه سكتات وما عرفت شنو تقول، ولكن في داك الجواب الصغير كاين الجرح كبير، جرح ديال التربيه ما فيهاش سلام نفسي. منين ما كيكونوش الوالدين مرتاحين نفسيا فراهم كينقلوا الالم بلا ما يحسوا، وهذه بدايه ديال بزاف القصص اللي كتكون في حياه ولادنا. كل طفل كيتزاد نقي بحال ورقه بيضاء، ما فيها لا خوف لا كره، ولكن فاش كيكبر كيتعلم الحياه من دارهم، من والديه. الا كانت الدار فيها الغوات، توتر، مشاكل نفسيه، طفل كيتربى وسط العاصفه وهو ما فاهم والو. التربيه ماشي غير كلمات، التربيه هي الطاقه، هي المشاعر اللي كتنقل الطفل من خلال كل حركه، كل نظره، كل هضره. في المجتمع ديالنا اليوم بزاف ديال الاطفال كيترباو في بيوت فيها توتر مستمر. الاب والام عندهم جروح من الطفوله ديالهم ما تعالجوش وكيعاودوا يعيشوها بلا والو، وهاد الطاقه كتوصل للطفل بلا ما يعرف، بلا ما يقدر يتحكم فيها. بزاف ديال الاطفال كيعانيوا من صدمات عاطفيه صغيره اللي كتبدا كتاثر على نضجهم النفسي، على القدره ديالهم يتواصلوا مع العالم بثقه. الطفل ما كيتعلمش غير من الكلمات، كيتعلم من الطاقه ديال الدار. هنا كنستعملوا مفاهيم نفسيه بحال علاقه الطفل بالوالدين اللي كتحدد لنا الاتاشمنت، الامان العاطفي ديالو في المستقبل. كل احباط او خوف ديال الوالدين كينتقل للطفل بلا ما يقصدو. لو ترانسفير، القدره ديال الوالدين يتحكموا في مشاعرهم كتبني قدره الطفل يتحكم في مشاعره، ايموشنال ريجوليشن. الى الاب والام عايشين عصبيه مستمره، القلق او صراعات بلا حل، الطفل كيتعلم الخوف والضغط النفسي. اما الا كانوا متفاهمين، كيتكلموا بهدوء وكيحلوا المشاكل بطريقه واعيه، الطفل كيتعلم الحب، الاحترام والصبر. باش نربي ولادنا مزيان خاصنا نربيو راسنا اولا، نفهموا الجروح النفسيه ديالنا، نتعاملوا معها، نتعلموا نهضروا بلا غوات، نسمعوا بلا حكم. هنا كيدخل الدور ديال علم النفس. علاش ما يكونش بحال الفحص الطبي قبل الزواج واحد الفحص نفسي بسيط كيأكد بأن الزوجين مستعدين يعيشوا حياة متوازنة، ماشي باش نحكموا على الناس، ولكن باش نعاونوهم يبنيوا علاقة صلبة وبيئة صحية لتربية الأطفال. التربية ماشي أوامر، التربية هي الطاقة، والطاقة كتبني شخصية الطفل، قدرة ديالو على التواصل وثقته في النفس. الطفل اللي تيتربى وسط الحب كيكبر إنسان سليم، وهذا السلوك كيتورث من جيل لجيل. الزوجين اللي متفاهمين كيبنيو جيل متوازن قادر يواجه تحديات الحياة بثقة. التربية ما كتشريهاش بفلوس، ولكن كتصنعها بالنية وبالسلام اللي في القلب. قبل ما نربي ولادنا خاصنا نربيو راسنا، نفهمو نفوسنا ونتعلمو نحبو بلا شروط. ربي ولادك بالحب، ولكن قبل بغي راسك.